السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح Artificial Intelligence in Business and Applications. محاضرة مهمة جدا جدا أو سيشن مهمة جدا جدا. ليه؟ عشان هيبقى فيها recommendation system يعني إيه، ويعني إيه Large Language Model LLM، ويعني إيه الفرق كمان ما بينها وما بين المودرن Natural Language Processing. وكمان هنتكلم جزء على الشات بوتس اللي بقت موجودة دلوقتي حاليا، زي تشات جي بي تي، زي جيميناي، زي جروك، زي أنواع كتيرة جدا جدا. طب أول حاجة إيه recommendation system ده؟ خلينا نقول recommendation system ده أول حاجة هو نظام ذكي بيقترح عليك منتجات أو أفلام أو أصدقاء إلى آخره. زي الفيسبوك كده كده لما يقولك إيه recommended friends. إيه recommended friends؟ أنت إيه اللي قالك إن ده recommended friend؟ مين اللي قالك؟ يعني إيش عرفك؟ ليه أنا recommend system؟ أنا شغال بتكنيك معين، بمعادلات معينة أنا باعملها، وبالتالي باعرض عليك وبابقى عارف مين recommendation اللي أنا باعرضها عليك. كذلك الأفلام على نتفليكس، كذلك المنتجات على أمازون، كذلك الأغاني على سبوتيفاي، كذلك أي فيديو على يوتيوب، ده بيبقى recommended. طيب بيتعمل إزاي؟ أول حاجة هو ليه types. خلينا نقول الأنواع الأول بتاعة recommendation system. أول نوع اسمه rule based. rule based ده ما بيستعملش machine learning، ما بيستعملش، يعني أنت واحد إيه، لسه مثلا بتعمل ويب سايت جديد عندك وجبت مبرمج على قدك كده، ومش معاك فلوس ان انت تبني ماشين ليرنينج موديل، ولا تجيب حد بفلوس غالية، او تشتري موديل مثلا تطبقه عندك وهكذا. فانت بتجيب حد يعمل لك حاجة اسمها رول بيزد كده، اللي هو مثلا تقول له ايه، قاعدة بسيطة او طريقة احصاء بسيطة كده. مثلا ممكن تقول له كمثال اعرض اي يوزر يدخل جديد، اعرض له اكتر 10 منتجات اتباعوا الاسبوع ده مثلا. يعني مثلا ممكن تحط اي قاعده تانية او اي احصائيه تانية، لكن في الغالب ان هي بسيطه، مش بتستعمل ماشين ليرنينج. هي عباره عن هيورستيك. هيورستيك يعني ايه؟ زي قاعده بسيطه كده، يعني بتستعمل طريقه احصائيه بسيطه. هي مش ماشين ليرنينج، لكن هي نوع من انواع اتخاذ القرار بسرعه. زي مثلا لما اجي اقول لك ايه الدنيا حر، فتقول لي اشرب ميه بس. يعني كذا مشكله قصادها حل جاهز اهو، بسيط جدا، سو سيمبل. فده الرول بيزد، ده اول نوع اللي هو رول بيزد. تاني نوع الماشين ليرنينج اللي بيستعمل ماشين ليرنينج بيزد، وده نوعين: كونتنت بيزد. كونتنت بيزد يعني بناء عليك انت، بناء عليك انت. طب الماشين ليرنينج ده اول حاجه هو بيستعمل داتا باترن. زي ايه الداتا باترن دي؟ زي الريتنج والفيتشرز. ريتنج وفيتشرز. ريتنج يعني ايه؟ يعني كل فيلم احنا بنشوفه، كل اي حاجه احنا بنتفرج عليها بنديها ريتنج، اي برنامج احنا بنجربه بنديه ريتنج. او زي الفيتشر بتاعه، مثلا فيلم انيميشن زي توي ستوري، فانا بقول ان ده فيلم فريندز، فيلم تشيلدرن، فيلم مناسب للفاميلي، دي فيتشرز بتاعته. او المنتج بتاعه مين، او الاكتورز بتاعه مين، او الممثلين بتوعه مين، دي كلها فيتشرز. في نوعين من الماشين ليرنينج، واحد اسمه كونتنت بيزد، ده بناء على اللي انت بتحبه، اللي انت بتحبه. لكن في نوع تاني اسمه كولابريتيف. كولابريتيف احنا اسره مع بعضينا، مجموعه كده، مجموعه بيقترح لك على اساس المجموعه دي. يعني مثلا انا اتفرجت على فيلم توي ستوري، وفي مجموعه كمان على نتفليكس اتفرجوا على توي ستوري، فانا عملت له ريتنج عالي، والمجموعه دول عملوا له ريتنج عالي. فالمجموعه مثلا راحوا اتفرجوا على فايندينج نيمو وعملوا له ريتنج عالي. طب بما ان انا وهم كنا عاملين لتوي ستوري ريتنج عالي، وهم كمان اتفرجوا على فايندينج نيمو ولقوا ريتنج عالي، فيبتدي يعمل لي ريكومنديشن ان انت كمان اتفرجي على فايندينج نيمو. فده الكولابريتيف، يدور لي على السيميلر يوزر لايك، الحاجات اللي اليوزرز حبوها، اللي في ما بيني وما بينهم حاجه كومن. بيستعمل الجوريزمات زي ايه؟ زي الكي نيرست اشهرهم، زي الماتريكس فيكتورايزيشن، وحاجه كمان اللي اسمها اس في دي. طيب تالت نوع الديب ليرنينج. ديب ليرنينج بيتعامل مع اللارج كومبلكس داتا سيت. بيتعامل مع اللارج كومبلكس داتا سيت زي ايه؟ زي الفيديو، زي الاوديو، وهكذا، والداتا سيت المعقده والكبيره كمان. طيب هو بيعمل ايه بقى؟ بيدور على ديب باترن. ديب باترن ان ايتم انتراكشن، بيدور على ديب باترن يقارن بيها. زي ايه؟ زي يوتيوب بيستعمل حاجه اسمها نيورال نتورك واوتو انكودر، وحاجه اسمها ترانسفورم. ترانسفورم ده هنعرفه زي جي بي تي، زي بيرت، هناخده دلوقتي. طيب التايبس بتاعت الريكومنديشن سيستم. طيب تايبس اوف ريكومنديشن سيستم، انواع الريكومنديشن سيستم نوعين زي ما قلنا. اول نوع كونتنت بيست فلترنج. كونتنت بيست فلترنج اهو، شايفين شخص واحد بس،
هو based على الحاجات اللي أنت بتحبها، مالوش دعوة بناس تانيين. يعني هنا أنت قريت مثلًا أي مجلة أو أي كتاب أو أي حاجة، فrecommendation system يروح يشوف اللي أنت قريته ده، وبالتالي يقترح عليك حاجة تانية تقراها شبه اللي أنت قريته ده. فبيعتمد على الفيتشرز للمنتج نفسه، الفيتشرز بتاعت ده كانت ايه الخصائص اللي جواه، الجينرز بتاعته كانت ايه الفيتشرز بتاعته، او مثلا تصنيفه كان ايه، الاكتورز اللي فيه الممثلين كانوا ايه، وهكذا. ده لو هو فيلم مثلا، او لو هو منتج، فايه نوعه، ايه التصنيف، ايه الكاتيجوري بتاعته مثلا، هل هو والله ادوات منزليه، هل هو ادوات معرفش رياضيه، هل هو ادوات ايا كان، او البراند فيتشر ممكن تبقى زي البراند، والله انا بحب اجيب حاجات من زارا، او حاجات ما اعرفش من سنيكرز، او حاجات ما اعرفش من كذا، فبيجيب لك حاجات تبع البراند او ريليتد للبراند اللي انت بتختاره. او الكالر مثلا، ما هو يعتبر فيتشرز برضه. طيب زي ايه مثلا؟ عارفين توي ستوري، كلنا عارفين توي ستوري، الفيلم الكرتون اللي هو فيلم انيميشن عن الفاميلي وعن الفريندز واهميه الاصدقاء في حياتنا وما اعرفش ايه. فممكن بعد ما تتفرج على توي ستوري على اي يعني مكان زي نتفليكس او شاهد او ايا كان بيقولوا عليها اسمها ايه، الاماكن اللي بتعرض الافلام دي، المهم يعني يقترح عليك هو افلام تانية شبيهه لتوي ستوري، زي شريك مثلا. عارفين فيلم شريك؟ انتوا المفروض تبقوا عارفين الافلام دي يعني. فدلوقتي الكونتنت بيزد ده المحور الاساسي عنده المنتج نفسه، بيزد اون برودكت ايتم فيتشرز، المنتج نفسه. طيب نروح للكولابريتيف فلترنج ده، اللي هو الفكره فيه بقى ايه؟ شايفين في ناس اهو موجودين بيرشحك اللي الناس اللي زيك حبوه. يعني ايه؟ يعني مثلا انا وانتوا حبينا توي ستوري، لو دلوقتي انت مثلا اتفرجت على فيلم، او انتوا اتفرجتوا على فيلم فايندينج نيمو، فالسيستم هيقترح لي فايندينج نيمو تاني. انتوا عارفين يعني اسماء الافلام اللي انا بقولها دي صح؟ دلوقتي لو انا وانتوا بنتفرج على منصة معينة على نتفليكس مثلا، واتفرجنا على فيلم توي ستوري وادينا له ريتنج عالي انا وانتم، واحنا يوزرز مع بعض، فدلوقتي احنا بقينا كومن ان احنا حبينا فيلم توي ستوري. فدلوقتي لو انت رحت واتفرجت على فيلم فايندينج نيمو واديته ريتنج عالي، فالسيستم هيعمل ايه؟ هيعرض لي فايندينج نيمو ده في ريكومنديشن سيستم، او في ريكومنديشن برودكت، او في ريكومنديشن موفيز. فدلوقتي المحور الاساسي عندي هو مين؟ هو سلوك المستخدمين، يعني الناس اللي شغاله على السيستم، السلوك بتاعهم، البيهيفير بتاعهم، هو ده اللي بيحدد او بيتعامل مع الريكومنديشن سيستم. طيب فدلوقتي الكونتنت بيزد بيشتغل على الايتم فيتشرز، ده الكونتنت بيزد. لكن الكولابريتيف انا قلت لكم كلمه كولابريتيف، مجموعه، احنا اسره مع بعضينا، بيشتغل على اليوزر بيهيفير. طيب البيرسوناليزيشن ده هاي، البيرسوناليزيشن في الكونتنت هاي، وفي الكولابريتيف كذلك هاي. الكولد ستارت ورك وذ نيو يوزر بيستعمل اكتر مع اليوزرز الموجودين، ده بيستراجل مع اليوزر. هشرح لكم الجدول ده تاني بشكل احسن برضه. زي ايه هنا؟ زي ان هو يريكومند سيم اوثرز بوك، زي ان هو يعرض عليك مثلا انت قريت كتاب، فهو هيجيب لك نفس المؤلف كتب تانية ليه. لكن مثلا الكولابريتيف يوزرز لايك يو واتشد، مشاهدين حبوا اللي انت شفته، فهيعرض لك اللي هم بيشوفوه بعد كده، او اللي هم بيحبوه بعد كده. طيب احنا عايزين نبدأ نطبق مثال دلوقتي على ريكومنديشن سيستم بالراحة كده. هننزل دلوقتي لو انا عايزه اعمل ريكومنديشن سيستم، او اعمل مثال بسيط عليه على ريكومنديشن سيستم ده، اول حاجه انت مطالب ان انت تنزل عندك على جوجل درايف بتاعك مثلا، بما ان احنا شغالين على جوجل كولاب، فانا عايزه كله اونلاين، يعني مش هنزل عندي على الاي دي اي بتاعي حاجه شغاله. انا دلوقتي عايزه اربط الجوجل درايف بتاعي ده بالجوجل كولاب. انا بس نشيل دي من هنا بس، تمام، علشان نبدا نطبق الكود. مش ده، احنا في ريكومنديشن سيستم. طيب في ريكومنديشن سيستم ده، اول حاجه انا عايزه اعمل له حاجه اسمها ماونت على الدرايف. ماونت على الدرايف علشان يقدر ان هو ياكسس جوجل الدرايف بتاعي. يعني افتحوا الدرايف بتاعكم، كده كده جوجل كولاب انتوا فاتحين، هو بيفتح من على الدرايف، هو ابلكيشن من على الدرايف. فلو فتحتوا الدرايف هتلاقوا كل الملفات اللي انتوا حاطينها عندكم المفروض يعني.
فانا عندي فولدر اسمه كولاب نوت بوك، هو عمله اوتوماتيك لما انا بدات اعمل على جوجل كولاب. يعني كل اللي عمل فيكم على جوجل كولاب فالمفروض ان هو بيسيفها على الدرايف اوتوماتيك، او انتوا سيفوها على الدرايف. فهي دلوقتي هتظهر عندك بالشكل ده. فانا دلوقتي عندي الملف ده سميته ريكومنديشن سيستم، ريكوم سيستم. هلاقيه هنا اهو، محطوط ريكومنديشن سيستم. اوكي. وفي نفس الوقت رحت عملت ايه؟ دورت على ملفات سي اس في فايل من على الانترنت اسمها ريتنج بتاعت افلام. يعني انا عايزه ادور على داتابيز لافلام، مجموعه من الافلام فيها ريتنج وفيها فيتشرز وهكذا. هوريكم شكلها دلوقتي. فدلوقتي لو رحت على جوجل كولاب هتلاقوا ان انا هنا عامله، رفعت ملفين، ملف اسمه موفيز وملف اسمه ريتنج. دول انا كنت نزلتهم من ملف مضغوط كده اسمه موفيز تقريبا، او من داتا سيت يعني مشهور على الانترنت، فنزلتهم هنا. شايفين هما فين؟ لازم يبقوا في المكان، نفس المكان اللي فيه ريكومنديشن سيستم، اللي هو الفايل بتاعي، اللي هو الكود بتاعي. هوريكم دلوقتي الطريقه اللي انا اديتهم بيها المسار. بص شايفين؟ قلت له ايه؟ باندا بي دي، روح اقرا السي اس في فايل اللي في المسار ده، اللي في المسار ده. لو انتوا حاطين الملفات بنفس الشكل اللي انا حطاها بيه على جوجل درايف ده، موفيز اللي هي تحت هنا، علشان انا كنت بجرب على دول حاجه وبعد كده غيرت اسمهم وجربت على دول ونزلت دول جداد وجربت عليهم. تمام. على حسب الاسم اللي انت حاطط بيه يعني عامه الملف لازم تندهله على الكود هنا بنفس الاسم. يعني هنا موفيز دوت سي اس في فايل اهو، محطوط فين؟ في الكونتنت بتاعتي، في الدرايف بتاعي، في ماي درايف، في فولدر اسمه كولاب نوت بوك، اللي هو ده. شايفين ده كولاب نوت بوك في ماي درايف، على الدرايف، درايف ماي درايف كولاب نوت بوك. فلو انتوا حطيتوهم في نفس المكان في نفس المسار هما الاثنين، فالمفروض عندكم الباث يبقى نفس الباث ده. لو انتم مغيرين وغيروه براحتكم عادي جدا، مفيش مشكله. طب خلونا نفتح الملفات دي ونشوفها. لو فتحت موفيز ده، بصوا موفيز ده فيه ايه اصلا. هو فيه 1000 وشويه، يعني فيه افلام كتيره جدا جدا جدا. التايتل بتاعه والجينريس بتاعه، يعني ايه جينريس؟ اقروها كده. يعني شايفين جينريس دي مكتوب فيها ايه؟ انا ممكن افتحه لكم من على الجهاز علشان ايه، انتوا كده مش هتشوفوه على الجهاز صح، لان انا مشيره دي. كنت عايزه اكبره بس. خلينا اوبن ويز جوجل شيت مثلا عشان تشوفوا الشكل الكبير بتاعه. طيب شايفين كده؟ شباب شايفين؟ اه طيب بصوا، الموفي اي دي ده الاي دي بتاع الفيلم، وبعد كده ده اسم الفيلم التايتل بتاعه، وبعد كده في كولم تاني اسمه جينرس. جينرس دي اللي هي تقييماته او الفيتشرز بتاعته. يعني شايفين ادفنتشر، انيميشن، تشيلدرن، كوميدي، فانتسي. دي الجينرس بتاعته او الخصائص بتاعته اللي هو كومون فيه. طيب فيلم تاني اسمه جومانجي، جومانجي ادفنتشر تشيلدرن فانتسي. فيلم تاني وهكذا، فيلم تالت وهكذا. شايفين الجينرز دي؟ لو في افلام بينهم مشتركه في الجينرز دي، يعني مثلا احنا قلنا توي ستوري ده انيميشن، فهيدور لي على حاجه تانية انيميشن، ومثلا شيلدرن وادفنتشر فهيدور لي على حاجه تانية كومن ما بينها ويبدا يعرضها لي. زي شريك، يعني أنا لو دورت على شريك مثلا هنا، شريك اهو شريك. بصوا كده شريك فيه ايه؟ في انيميشن وفي تشيلدرن وفي فانتسي. في 3 حاجات كومون ما بينه وما بين توي ستوري، ان هو انيميشن، تشيلدرن، فانتسي. شايفين دول الثلاثه دول؟ لو طلعت التوي ستوري، توي ستوري فوق خالص، الداتابيس دي كبيره شويه، هلاقي انيميشن وتشيلدرن وفانتسي. في 3 جينرس اهو في توي ستوري قريبين نفسهم هم اللي في شريك، فبالتالي هيعرضوا لي. طب انا عايزه دلوقتي اشوف ده الموفيز، ده الملف اللي اسمه الموفيز. طب ايه الملف اللي اسمه ريتنج بقى؟ الريتنج ده التقييمات بتاعته، اليوزر ادوله تقييمات قد ايه. بصوا كده، اليوزر اي دي، اليوزر اي دي بصوا، وبيختلف طبعا. شايفين يوزر واحد ادى معرفش الافلام ايه كذا. شايفين انا عندي يوزرز كتير اهم، يعني كل ما انزل في يوزرز، اليوزر اي دي على حسب الاي دي بتاع الفيلم كمان، ربطه بالاي دي بتاع الفيلم، وبعد كده الريتنج كام، وتايم ستامب دي مش عايزينها في حاجه، يعني مش مشكله التايم ستامب، بس هو ممكن يكون بيقيس بيها برضو علشان ما يجيبلكش حاجات قديمه قوي، يعني يدور لك مثلا على اخر اسبوع، اخر شهر، اخر سنه، على حسب.
فالتايم ستامب دي اكيد بالنسبه له مهمه طالما هو حاططها في الداتا سيت بتاعته. فدلوقتي انا شرحت لكم كويس قوي الملفين دول فيهم ايه، الموفيز والريتنج، صح؟ يا رب تكونوا فهمتوهم كويس. الموفيز والريتنج حطيتهم عندي في نفس المكان اللي فيه الكود بتاعي اللي هو ريكومنديشن سيستم، ورحت هنا على ريكومنديشن سيستم وقلت له المكان بتاعهم اهو. فاول حاجه لازم تعمل ماونت للدرايف. لما تعمل الجملتين دول انا عايزاكم وانتوا بتعملوا ران للكود تجربوهم كل واحد في سيل واحده، لان لما انتوا تعملوا ماونت للدرايف هيطلب منكم اكسس، يا هيبعته لكم على الموبايل، يا اما لما تفتح الدرايف يقول لك والله ده انا عايز اكسس، في حد بيحاول ياكسس الدرايف، يعني هو انت فاديله صلاحيه. لازم يطلب منك اكسس على الدرايف بتاعك، فاديله الاكسس قول له يس. اوكي، ثم هتقرا الملفين دول، هتحطهم في تو فاريبلز موفيز وريتنج، وبعد كده تقول له هنا اعرض لي برنت موفي دوت شيب والريتنج دوت شيب. انا بس عايزه اوريكم شكلهم عامل ازاي، وكنت عرضت منهم اول 10 سطور من الموفي هيد ومن الريتنج هيد، بس انا فتحتهم لكم خلاص، فمش محتاجين ان احنا ايه نعرض اول 10 تاني. هي بي دي اصلا بتعرض اوتوماتيك اول 5 سطور في الريتنج، يعني هو هنا كان سايب الريتنج تقريبا، انا كنت سبته ما شلتوش. طيب نروح بقى ندور على الخليه بتاعه الكونتنت بيزد ريكومندر. كونتنت بيزد اللي هي بناء على اللي انت بتحبه، زي ما قلنا هي بناء على اللي انت بتحبه. فهي بتعمل ايه هنا المفروض دلوقتي؟ بتعمل حاجه اسمها تي اف واي دي اي. يعني ايه تي اف واي دي اي دي؟ احنا لسه ما شرحناهاش ما تتخضوش من الكود، هي بس عباره عن فانكشن على فور لوب على اف إلس وهكذا، ما تتخضوش منها، هي سهله خالص. وبعدين انا حاطه كومنتس كتير في النص. طيب احنا قلنا ان احنا عايزين نعرف الكونتنت بيزد بيشتغل ازاي والكولابريتيف فلترنج بيشتغل ازاي. علشان نعرفهم الاول احنا محتاجين نعرف حاجه اسمها تي اف واي دي اف اللي بيشتغل بيها الكونتنت بيزد بيشتغل ازاي. بيشتغل بحاجه اسمها تي اف واي دي اف، عايزين نعرفها. وكمان دلوقتي الكولابريتيف بيشتغل بحاجه تانية زي الكي ان ان والكوزاين، عايزين برضو نعرف بيشتغل بايه. طيب خلينا نشوف الاول السلايد دي. التراديشنال ناتشورال لانجويج بروسيسنج زي اللي احنا خدناها قبل كده واحنا بنعمل لما ادينا له تكست ويطلع لنا بوزيتيف ولا نيجاتيف وهكذا. في النيورال او في الناتشورال لانجويج بروسيسنج العاديه اللي هي تراديشنال زي اللي احنا طبقنا بيها اكواد المرات اللي فاتت وكانت سهله جدا، في حاجه اسمها تي اف. يعني ايه تي اف دي؟ اسمها تيرم فريكوانسي، يعني عدد مرات ظهور الكلمه. تي اف دي يعني تيرم فريكوانسي، عدد مرات ظهور الكلمه، اللي هي الكاونت وورد. كاونت وورد دي بتعمل ايه؟ بتدي هاير ويت للامبورتنت فاليو، للرير او الامبورتنت فاليو. فالتي اف دي عدد الكلمات، وبتدي وزن اعلى للكلمات النادره او الكلمات المهمه. يعني مثلا كلمه موفي، كلمه موفي دي هل هي كلمه نادره او كلمه مهمه؟ لا، فبالتالي تديها ويت قليل. طب كلمه فانتاستيك، كلمه فانتاستيك دي كلمه نادره تعتبر رير وورد، يعني كلمه نادره، فبالتالي تديها هاير ويت، تديها وزن عالي. فده تي اف اي دي اف. اي دي اف دي يعني انفيرس دوكيومنت فريكوانسي. inverse document frequency يعني ايه؟ هل الكلمه دي رير ولا او مهمه؟ رير او مهمه. فبالتالي تي اف اي دي اف بيعمل ايه؟ على حسب تكرار الكلمه وعلى حسب هل هي مهمه ولا نادره بيديها ويت. طيب زي مثلا كلمه word meaning is fixed، يعني كلمه بانك. بانك دي هل البنك دي بنك اللي هي البنك المصرفي، ولا بنك دي اللي هي ضفة النهر؟ ما ليها معنى تاني، بنك ليها اكتر من معنى. فبيعمل ايه؟ هي فيكسد بالنسبه له، هي فيكسد ما ملهاش معنى تاني. سيم فيكتور اولويز، بيمثلها بنفس التمثيل وبيديها نفس الويت كل مره. انا ما اعرفهاش. لكن المودرن بيعمل ايه؟ بيستعمل حاجه اسمها ترانسفورم. يعني ايه ترانسفورم ده؟ ده نيورال اركتشر
والسيلف اتنشن، يعني هو مع نفسه بيفهم سياق الكلام. يعني ايه سياق الكلام؟ يعني يشوف الكلام اللي قبله واللي بعده ويفهم منه، ويقارن الكلمة مع كل الكلمات اللي معاه. طيب زي ايه الترانسفورمر ده بقى؟ عارفين شات جي بي تي دلوقتي؟ جي بي تي ده الاسم بتاع جي بي تي ده اللي هي شركة اوبن اي اي اللي عاملاه في 2018. بتشتغل هو اسمه ترانسفورمر، يعني من انواع ترانسفورمر حاجه اسمها بيرت، انواع المشهوره يعني حاجه زي اسمها بيرت، انا ذكراهم هنا. اه حاجه اسمها زي بيرت او جي بي تي، دول في هندخل كده كده في اللارج لانجوج موديل، لان هي الموضوع الريكومنديشن سيستم داخل بعديه على اللارج لانجوج موديل، بعديه داخل على تشات بوت. يعني انا اخترت النهارده 3 محاور مجمعين ورا بعض. طيب نرجع تاني هنا. الترانسفورمر دي، او خلينا نشرحها على السلايد دي معلش عشان احنا كده كده هنشرحها هنا. الترانسفورمر دي زي ايه؟ مثلا زي تشات جي بي تي او زي جي بي تي. انا بتكلم على جي بي تي بقى اللي اسمه جي بي تي، مش تشات جي بي تي. تشات جي بي تي ده المنصة نفسها، لكن جي بي تي ده الترانسفورمر اللي هو شغال بيه. وحاجة اسمها تانية بيرت، دي جوجل اللي عاملاها برضو في 2018، بتشتغل بمودلز معينه، يعني هي نوع من انواع الترانسفورمر وبتشتغل بشكل معين مش عايزين نتكلم فيها دلوقتي. جي بي تي ده بيبقى قوي جدا ان هو يولد لك نص، وعشان كده تشات جي بي تي استعمله بالانتجريشن بتاعته بقى. يعني في جي بي تي بس، وبعد كده بقى في بعديه جي بي تي 2، وبعد كده 3، وبعد كده 4، والمفروض ان هم دلوقتي في 5. في انواع اخرى زي مثلا ال ال اي ام اي، زي الاكس ال نت، زي في انواع تانية كمان. طيب نرجع بقى للكود. احنا كده عرفنا يعني ايه تي اف اي دي اف. عايزين نرجع للكود، هو بيعمل ايه هنا؟ بيعمل ايه في الكونتنت بيزد؟ احنا عايزين بس نقولها بشكل سريع وبعد كده نبص على الكود بشكل سريع. في اول حاجه هو بيبص على الجنرس، بياخد الجنرس اللي انا وريتها لكم في الاكسل شيت في السي اس في فايل، وبعد كده بيعمل لها كلين للتكست، ثم بيجيب فيكتورايزر للتي اف اي دي اف ده بيحسبه وبيعمل له فيكتورايزر، وبعد كده بيحسب داله الكوزاين سيميلاريتي، هوريها لكم دلوقتي بيحسبها ازاي. وبعد كده بيرشح لك التوب ان سيميلار موفي بعد ما حسب الكوزاين دي. طب نشوف الفلوت شارت بتاع الكوليبريتيف. الكوليبريتيف بيعمل ايه؟ بيشوف اليوزر ريتنج. التاني كان شغال على الموفي جينرز، ده شغال على ملف وده شغال على ملف. ده شغال على الموفي جينرز اللي انا وريتها لكم، اللي هي بيفصل ما بينها بالعلامه اللي هي بتاعت اور دي. اور لما بنحطها جنب بعض مرتين بيفصل ما بينها. الجينرز دي اللي هو children فانتاستيك رومانس مش عارفه ايه وهكذا. وبعد كده بيعمل كلين للتكست وبيستعمل التي اف اي دي اف، ثم يحسب الكوزاين وبعد كده يرشح لك التوب ان عدده ان. الكوليبريتيف بيعمل ايه؟ بيبص على الريتنج. ما احنا قلنا بقى ان هو بيدور على اليوزرز بيحبوه. يعني انت ويوزر، انا وانتوا اتفرجنا على توي ستوري، فلما انتوا تيجوا تتفرجوا على فايند نيمو وعجبكم فيرشحوا لي انا كمان، لان كان توي ستوري عجبنا احنا الاثنين. فلما تتفرجوا على حاجه جديده وتعجبكم وتعملوا لها لايك او تحطوا لها ريتنج كويس نفس اللي انتوا حطيتوه مثلا لتوي ستوري، فيرشحوا لي انا كمان. بيعمل ايه هنا؟ بيبيلد يوزر مع الموفي ماتريكس، وبعد كده الريتنج الفاضيه لازم يحطها بزيرو. بيعمل كونفيرت تو سبيرس ماتريكس، فبالتالي اليوزر في الموفي دي حولها بقت موفي في يوزر ماتريكس. هنشوف الكلام ده دلوقتي. وبعد كده يعمل ابلاي للكي نيرست على حسب الكوزاين برضو، هنا بيستعمل الكي نيرست، ثم في الاخر بيقترح لك recommended movie based on nearest neighbors على حسب بقى الكي ان ان دي بيحسبها ازاي، بيطلع لك على حسب هنا nearest neighbor. فخلينا نبص عليها بصه في الكود كده. طيب انا دلوقتي قلنا احنا عايزين نعرف الكونتنت بيزد بيشتغل ازاي. انا قلت ان هو بيعمل حاجه اسمها موفي جينرز، ان هو بيحول
التكست بتاعه النص بسيط يصلح ان هو يدخله للناتشورال لانجوج بروسيسنج، فهو بيعمل حاجه اسمها موفي جنرس دي احنا شفناها في السي اس في فايل شكلها عامل ازاي. وبعد كده بيعمل كلين تكست، ثم يطلع الفيكتورايزيشن عن طريق ان هو بيجيب قيم التي اف والاي دي اف على حسب الكلمه وزنها قليل ولا وزنها كبير، هاي ويت ولور ويت، وبيحولها لفيكتور. فيكتور طبعا بيحولها لارقام، وبعد ما يحولها لارقام بيحسب الارقام دي اللي عمل لها فيكتورايزيشن دي، بيحسب لها كوزاين سيميلاريتي. كوزاين سيميلاريتي دي بين كل فيلم والتاني. يعني ايه كوزاين سيميلاريتي؟ لو بصينا كده اللي احنا لسه عاملين عنها سيرش دلوقتي، كوزاين سيميلاريتي هي ماتريك يوزد ان ناتشورال لانجويج بروسيسنج علشان تعمل ايه؟ بتميجر السيميلاريتي، بتشوف التشابه between two text، ما بين two text documents او sentence او جمل، عن طريق ازاي؟ by analyzing the angle between their vector representation. يعني هو كده كده السنتنس دي او الدوكيومنت دي لازم يعمل لها فيكتور ريبريزنتيشن. طب هو فعلا خلاص كان عمل لها فيكتور ريبريزنتيشن عن طريق التي اف اي دي اف، صح؟ مش هنا عمل فيكتورايزيشن وحول النصوص كلها لارقام على حسب الويت بتاعتها. طب الارقام دي بقى هيحسب لها السيميلاريتي ما بين الانجلز بتاعتها، ما بين الارقام. شايفين هي بتتحسب بمعادلات معينه، انا بس بعمل لها امبورت. يعني انا طبعا ماليش دعوه بالمعادلات دي خالص، ماليش دعوه هو بيعمل ايه هنا. شايفين مثلا هالو وورلد هو عمل ايه؟ شايف الانجل بتوين هالو وبين وورلد، يعني هنا كلمه هالو وهنا وورلد، فهو جاب الانجل ما بينهم او السيميلاريتي ما بينهم، فمثلا حاجه اسمها هاي وورد. فشايفين عملها ازاي؟ ايا كانت الطريقه اللي هو بيحسبها بيها احنا مش عايزين نتدخل فيها دلوقتي، بس هي داله كوزاين عاديه خالص عشان بس يحسب السيميلاريتي ما بين الفيكتورايزيشن او الفيكتور ريبريزنتيشن دي. طيب نرجع تاني او نشوفها تاني بقى في الكود دلوقتي بتشتغل عامله ازاي. طيب المفروض ان هو السيميلاريتي بعد كده عشان يجيب التوب ان دي بيستعمل داله اسمها سيميلار موفي باي تايتل. هنشوفها دلوقتي بقى، نروح للكود بتاعنا. خلينا كده نحاول نقوله باختصار. اول حاجه الامبورتس بتاعتنا ان هو دلوقتي بيحول، يعني هنا المفروض احنا قلنا دي فيكتورايزيشن اللي هي تي اف اي دي اف فيكتورايزيشن. دلوقتي قلنا علشان يحولها لفيكتورايزيشن يحولها المتجهات بناء على اهميه الجنريس دي، فبيحولها لارقام، لان الارقام دي اللي هيشتغل عليها في الاخر. وبعد كده هنا المفروض عمل امبورت كمان للكوزاين سيميلاريتي، عمل امبورت للكوزاين سيميلاريتي. طب لو هو مفيش تشابه هيطلع له صفر، طب لو في تطابق يطلع له واحد. كوزاين دي بتجيب السيميلاريتي، هل في تطابق ولا مفيش تطابق. وبعد كده هنا المفروض يجهز الداتا اللي هيشتغل عليها، الداتا اللي هيشتغل عليها. فهنا باندا المفروض جاب باندا علشان باندا بتتعامل مع الملفات او السي اس في فايل والداتا فريم. وبعد كده المفروض هنا عمل جهز النص. اول حاجه عمل له كوبي عنده، عمل نسخه من بيانات الافلام الاصليه دي علشان ما يبوظش الداتا الاساسيه، فهو هنا خد منها كوبي علشان يشتغل عليها. طيب وبعد كده عمل ايه؟ جنريز موف ريبليس. هو هنا عمل ريبليس ليها، يعني كانه عمل نسخه كده او عمل ليست. المفروض هنا عمل ليست اهي، جنريس موفي كوبي سي بي جنريس ريبليس نو جنريس ليست دي، يعني استبدل اي قيم فيها نو جنريس ليست دي اللي هي فاضيه. يعني الفيلم ده ملوش تصنيف، المفروض ان احنا قلنا ان هو هيحط لها اصفار، ما ينفعش يبقى فيها داتا فاضيه، يعني ما ينفعش يبقى فيه سيل فاضيه ما فيهاش اي حاجه، اتليست تحط لها صفر. طيب وبعد كده بيعمل ريبليس. عارفين الاور اللي انا عرضتها لكم تاني اللي هي دي؟ شايفين دي؟ شايفين ما بين كلمه ادفنتشر وما بين كلمه انيميشن في علامه الاور اللي هي اللي واقفه دي؟ تمام، هي دي بيفصل ما بين التصنيفات وبعضها. شايفين تحت برضو اهي، تحت اهي اكشن كرايم ثريلر وهكذا. هو هنا بيمسك العمود اللي اسمه جينريس ده يستبدل فيه. يعني اول حاجه هو بيحوله لكلين تكست، بيحوله لكلين تكست ازاي؟ لو فاكرين ان احنا في الناتشورال لانجويج بروسيسنج كنا بنشيل البنكتويشن والعلامات اللي ملهاش لازمه وهكذا. فهو مثلا بيستبدل العلامه اللي هي الاور اللي واقفه دي، بيستبدلها بمسافه. فتبقى مثلا لو ده كده حطيناه هنا، هنشيل الاور اللي في المنتصف دي وبيحط مكانها سبيس. ده انه سطر بقى اللي بيعمله؟ نروح كده هنا، ده السطر ده، بصوا كده، بيستبدل الاور دي بيستبدلها بمسافه ويحول كله للور كيس، كلها حروف صغيره.
وبعد كده الناتج بيتخزن فين؟ بيحطه فين؟ في حاجه اسمها جنرس تكست. جنرس تكست. طب التكست ده احنا قلنا في الرسمه المفروض بياخده يعمل عليه ايه؟ يطبق عليه تي اف اي دي اف فيكتورايزيشن. بعد ما عمل كلين للتكست اهو يا شباب، ياخده يطبق عليه تي اف اي دي اف فيكتورايزيشن. طب لما يطبق عليه ويطلع لي الماتريكس بتاعتي تي اف اي دي اف، هنا بيعمل ايه؟ بيعتبر هنا اللي كل الكلمه اللي خدها او كل الحروف اللي خدها، يعني او مثلا ممكن نقول ايه، بيحدد الكلمه اللي هو خدها هي عباره عن حروف ولا ارقام. فبيعمل حاجه اسمها توكن باترن. توكن باترن دي الكلمه اللي هو خدها هل هي حروف ولا ارقام؟ تمام، اللي هي من A ل Z، A كابيتال A سمول وزي كابيتال Z سمول، ولا هي ارقام؟ طيب وبعد كده بيعمل ايه في الماتريكس؟ بيعمل ايه هنا في الماتريكس؟ يقول هنا بيحول النص ده لماتريكس او لماتريكس تانية فيها اكتر من حاجه. جنرال تكست دي او موفي سي بي دي بيحول النص لاري او لمصفوفه اعداد. احنا قلنا ان هو كده كده بيحولها كلها لاعداد. فدلوقتي بقى كل فيلم في هنا لحد السطر ده، بقى كل فيلم هنا عباره عن ايه؟ عباره عن فيكتور رقم. طب حجم الاري اللي طالع قد ايه؟ عدد الافلام في حجم القاموس اللي هو مستعمله. طب لما نيجي ندخل في الداله علشان يدور على السيميلار موفي باي تايتل، يدور على الافلام المشابهه، واحنا التسجيل شغال ان شاء الله الحمد لله. طيب لما يجي يدخل الداله يدور على الافلام المشابهه، بيعمل ايه لما بيدور على الافلام المشابهه هنا؟ هي المفروض الداله دي بترجع ايه؟ شايفين التوب ان؟ انا قلت له رجع لي اكتر 10 افلام متشابهين، انا مديله الان ب10، غيروها انتوا زي ما انتوا عايزين. طب ثم بيعمل ايه؟ بيدخل في الاندكس ليست هنا، انا بحاول اقوله لكم باختصار بس في نفس الوقت بشرحه كويس. طيب دلوقتي هو هنا بيبحث عن الفيلم بالاسم وعامل كيس سنسيتيف، يعني طبعا الحروف احنا كده كده كنا خزناها كلها لور، فهو هنا بيخزنها كلها لور اهي. وبعد كده يدور عليها بالاسم، يدور على اسم الفيلم بالاسم. طب لو لقاه يخزن الاندكس بتاعه، لو لقاه بيخزن الاندكس بتاعه. تمام، هو هنا حولها لور. لو هو امبتي بقى، لو ما لقاهوش، لو الفيلم مش موجود بيعمل ايه؟ بيحاول يلاقي جزء من الاسم. بصوا شايفين داتا فريم بيحاول يلاقي ده، لو هو امبتي بيحاول يلاقي جزء من الاسم ده. طب لو برضو مش لاقيه يعمل ايه؟ يرجع جدول فاضي. طب لو اكتر من فيلم حصل ما بينه تطابق، ياخد اول واحد. بصوا شايفين دي، لو لقى اكتر من واحد حصل فيه سيميلاريتي يبقى ياخد اول واحد. طب لو ما لقاش خالص، احنا قلنا لو ما لقاش اول مره بيحاول يبحث بجزء من الاسم. طب ما لقاش برضو بجزء من الاسم، يرجع لك اري فاضيه ما فيهاش حاجه. طب لو في اكتر من فيلم متطابق ياخد اول واحد بس. تمام، إلس بقى خلاص بيرجع اري فاضيه في الاخر. طيب ثم هنا بيعمل ايه؟ بيحسب التشابه ده قد ايه، اللي هو تي اف اي دي اف ما بينه قد ايه، حساب التشابه. فهيعمل ايه؟ برضه هيجيب فيكتور الخاصه بالفيلم اللي انت عايزه او اللي انت المفروض هيعرضه له، ويحسب درجه التشابه ما بينه وما بين كل الافلام، ما بينه وما بين كل الافلام. وبعد كده الناتج يحطه في اري في قيم التشابه، يحط قيم التشابه. وبصوا هو مرتبها ايه، ديسندنج. طيب وبعد كده هو هنا مرتب النتائج اهو ديسندنج. تمام، وبعد كده حسب حاجه اسمها الانديسيز، حسب الانديسيز عشان يعكس الترتيب المفروض، يعني يخلي الكبير هو حسب الانديسيز علشان يخلي الكبير في الاول وبعد كده الاقل تحته، يعني كل واحد واخد فيكتورايزيشن اعلى او ويت اعلى يخليه هو في الاول، ويستبعد منهم الفيلم نفسه. ما هو السيميلاريتي هيجيب لك الفيلم نفسه، يعني مثلا لو انت بتدور على كل الحاجات اللي شبه توي ستوري فهيدور في الجينرس، احنا قلنا هيدور على كل الحاجات اللي في الجينرس بتاعت توي ستوري، فهيجي لك برضه توي ستوري، فانت لازم تستبعده، ما هو مش هيجي لي تاني، انا مش عايزه، استبعده من عندي. فما تحطوش اكسكلود ذا موفي اتسيلف، شيله من عندك. وبعد كده يطلع مين؟ التوب ان. التوب ان اللي انا كنت مديها له كام في الفانكشن فوق؟ مديها له ب 10. توب ان انا مديها له في الفانكشن ب 10. دي الفانكشن اللي بتعمل سيميلاريتي.
طيب وبعد كده المفروض اروح اجهز جدول النتائج بقى، الريزلت بتاعي هنا عشان اجهز جدول النتائج المفروض. فدلوقتي بيجيب اسم الافلام دي عن طريق ان هو يستعمل الانديسيز بالشكل ده، وبعد كده يضيف عمود السيميلاريتي في درجه التشابه كام، واحنا قلنا ان هو عمل لهم ديستندنج من الكبير للصغير، وبعد كده يرجع لك داتا فريم او النتيجه عباره عن داتا فريم مترتبه. تمام. ودلوقتي خلاص لو انت عايز تختبر فيجيب لك اقرب 10 افلام مشابهه لفيلم. مثلا انا كنت بختبر على توي ستوري، اديته اسم الفيلم كامل اهو زي ما هو جاي في الداتا سيت. ثواني خلينا نعرضها. توي ستوري، بصوا معروض ازاي التايتل بتاعه اهو. فانا خدت الاسم بتاعه كله وده اللي انا بسيرش عليه هنا، بجرب اعمل تيست عليه. انا عملتها امبارح واشتغلت معايا، بس الكونكشن فصلت فجيت طلع لي ايرور. بس انا هبعت لكم الكود دلوقتي، تحاولوا باذن الله تسموا كده وتجربوا سل. بس انتوا المفروض اول حاجه لازم تعملوها، انا هشرح لكم تاني اول حاجه لازم تعملوها. خلينا بس نكمل الجزء اللي بعده. الجزء اللي بعده بقى اللي هو لو هيديك تقييمات على حسب اللي الناس بتحبه او على حسب اللي انت والناس حبيتوه. يعني انا زي ما قلت لكم ان مثلا انا وانتوا اتفرجنا على توي ستوري وادينا له ريتنج عالي او حبيناه، فدلوقتي انتوا جيتوا اتفرجتوا على فايندينج نيمو واديتوا ريتنج برضو كويس، فهيبتدي يعرض لي انا كمان فايندينج نيمو. طيب اول حاجه انا قلت الكوليبريتيف بيشتغل ازاي. لو جبنا الصوره تاني، الكوليبريتيف بيشتغل ازاي هنا. احنا قلنا اول حاجه بيشوف الريتنج، بيشوف الريتنج الاول. يعني هو المفروض الفانكشن هنا بتوصي ريكومنديشن، يعني بتوصي بتعرض افلام بالاعتماد على تشابه الافلام مع الايتم بيز دي كي ان ان هي الكي نيرست. قلنا ماليش دعوه باليوزرز. طب الخطوات بيعمل فيها ايه؟ اول حاجه بيشوف الريتنج دي، وبيشوف اقل تقييم، وبيشوف الناس اللي واخده اكبر من 3، اعلى تقييمات من 3. طيب وبعدين لكل فيلم اليوزر حبه او اداله تقييم اعلى من 3، يدور لاقرب الافلام عليه باستخدام الكي ان ان اللي هو في انهي مصفوفه، اللي هي فيها مصفوفه الموفي في اليوزر. طيب ولكل كي ان ان او لكل جار او لكل كي نيرست، يعني لكل جار من اليوزر دول في فيلم مرشح برضو، فبيشوف الدرجه ويشوف التشابه مع الفيلم اللي انت حبيته والتقييم كمان، وفي النهايه بياخد الاعلى. في النهايه بياخد الاعلى على حسب العنوان، وفي الاخر يطلع لك ريكومندد على حسب اللي الناس حبوه مش اللي انت حبيته. طب نشوف الكود بتاعه، يعني نحاول نشوفه برضو سريعا كده. اول حاجه طيب احنا قلنا الايتم بيزد كولابريتيف. بقى الكولابريتيف احنا قلنا على حسب الناس الكوميونتي اللي معاك بتحب ايه. طيب اول حاجه المفروض ان هو، خلينا بس نقول الملخص كده بتاعه الاول. اول حاجه يعني خلينا لو هنشرحه من الرسمه، احنا قلنا ان هو بيعتمد على الايتم بيزد. طيب بيستعمل المصفوفه اللي هي فيها، لو جبنا انتوا كده مش هتشوفوا دي، المصفوفه اللي هي اليوزر في الموفي ماتريكس، وبعد كده يحولها لمصفوفه سبيرس. علشان ليه مصفوفه سبيرس؟ عشان يوفر بس في الميموري شويه. طيب وبعد كده بيعمل حاجه اسمها ترانسبوز. ترانسبوز ليه؟ كانه بيعكس المصفوفه علشان يجيب اري تانية مش فيها بقى اليوزر في الموفي، لا فيها الموفي في اليوزر، الفيلم في اليوزر. ليه؟ لان ده الشكل المطلوب للايتم بيزد، ده الشكل اللي انا عايزاه. وبعد كده يدرب الكي ان ان عن طريق الكوزاين ويجيب اقرب الافلام لبعض. لو بصينا للكود دلوقتي هنلاقي ان هو بيعمل امبورت اول حاجه لحاجه اسمها السبايسي سبيرس. دي السبيرس اللي هو بيحول فيها المصفوفه لشكل سبيرس، اللي هي يعني زي ما قلنا كده عشان اوفر الذاكره، او بيعمل لها كومبريست، بيعمل عمليه ضغط كده للمصفوفه دي علشان يوفر في الذاكره شويه. ده السبيرس اللي بيعمله. وبعد كده بنجيب الكي نيبورز، الكي ان ان او النيرست نيبور، بنجيبها من سكيت لير، عملنا لهم امبورت واحنا جربنا سكيت ليرن دي قبل كده. طيب وبعد كده بيعمل ايه المفروض؟ يوزر ايتم ريتنج. طيب اول حاجه هو بيبني حاجه اسمها بيفوت دي، اللي هي في الصفوف بيبنيها، اللي هي اليوزرز، اللي هي بالنسبه له بتبقى اليوزر اي دي. طيب امال ايه الكولم بتبقى فيها ايه؟ فيها الموفي اي دي
والفاليوز بتاعتها اللي هي الريتنج، القيم بتاعتها بتبقى الريتنج. وبيملى الفراغات بايه قلنا؟ هتلاقوا هنا ان هو بيملى الفراغات كلها باصفار، ما بيسيبش فراغ فاضي. طب وبعد كده يحول هنا يعمل سبيرس للمصفوفه اللي هي اهي فيها يوزر فاليو، بياخد الماتريكس يوزر دوت فاليو، يعمل لها سبيرس فور افيشنسي عشان يقلل حجم الميموري المستخدمه ويسرع لك العمليه برضه. طب لما يعمل سبيرس هنا المفروض بعدها بيعمل ايه؟ بيحول هنا المصفوفه لحاجه اسمها يوزر ايتم سبيرس دوت تي دي، عشان الشيب يبقى شكله بعد كده دلوقتي اسمه موفي يوزر. شايفين هو في الاول كان يوزر في موفي، وبعد كده دلوقتي هنا هيعمل سبيرس فهو حول الشكل بتاعها. طيب وبعد كده يبني الكي ان ان، عمل اختار الماتريك اللي هي مين؟ كوزاين. اختار الماتريكس اللي هي كوزاين. كوزاين دي قلنا احنا بتقيس السيميلاريتي او التقارب ما بين الجنرس بتاعه الافلام بناء على التقييمات بتاعتهم، وهو خد اقرب 31. يعني هو طبق الان نيبرز على 31، يعني بالنسبه له هيطلع لي 30 فيلم قريبين. ليه واحد؟ علشان واحد ده اللي هو الفيلم نفسه. انا فكرت الميتنج فصل بس الميتنج ما فصلش. طيب وبعد كده هيعمل حاجه اسمها فيت. المفروض فيت، احنا قلنا كلمه فيت دي اللي هي الكلمه السحريه علشان يبدا ان هو يدرب نفسه. خلاص، يبقى دلوقتي هو خد الافلام كانها عينات وخد اليوزرز كمان معاه. طب وبعد كده هيعمل ايه؟ هيعمل هيلبر مابينج. يعني ايه هيلبر مابينج دي؟ يعني بيعمل خرائط مساعده ليه. بيجيب حاجه اسمها موفي اي دي، عباره عن اري مترتبه علشان تعرفك الافلام، يعني او تخلي لمعرفه الافلام المهمه بنفس ترتيب الاعمده الاصلي. وبعد كده بيحسب حاجه اسمها موفي اي دي تو كولم دي، ده كانه قاموس سريع كده، يعني قاموس سريع علشان يجيب لك النيبرز بتوعك او الجيران بتوعك. وبعد كده موفي لوك اب دي، ده قاموس برضو بيعرض الموفي اي دي او بيعرض اسماء الافلام بدل الارقام، يعرض لك الاسم بدل الرقم. يعني ياخد الاي دي اهو ماب اهي، تجيب لك الاي دي يحولها لماب، يبقى الجزء ده مابنج. واحد يجيب لك يعبر لك عن الموفي اي دي، وبعد كده ياخد الموفي اي دي ده ويجيب لك الكولم بتاعه، وبعد كده المفروض الموفي اي دي يحوله الموفي تايتل كمان. طب والمفروض بعدها يعمل ايه بقى؟ نيجي هنا، خلينا بس نقول معلش ملحوظه هنا في النيروس في الكوزاين، بيرجع المسافه مش بيرجع التشابه، بيرجع المسافه ما بينهم، لان الكوزاين احنا قلنا بتجيب السيميلاريتي، يعني بتطلع لك رقم كده من المعادله بتاعتها وبتجيب السيميلاريتي. فهو ما بيرجعش التشابه، هو بيرجع المسافه من اللي ما بينهم، وعلى اساس الكي نيرست يجيب لك المتشابه. طيب نيجي بقى للجزء اللي بعده، اليوزر بيست ريكومنديشن. طيب هنا بقى علشان يعرض لي بقى خلاص يعرض لي اليوزر بيست ريكومنديشن دي، هنشوف هنا عمل ايه. اول حاجه خلينا نقول ان هو خلاص يعني استعملنا او اعتمد على الكي ان ان، فالمفروض ان هو بعد كده يحدد القيم او يحدد الافلام اللي قيمها لليوزر بتاعتها اختارها، او مثلا التقييم بتاعها احنا قلنا اكبر من او 3، او على حسب انت مديله كام، التقييم بتاعها اعلى من كام. احنا قلنا ان هو اعلى من 3، فبالتالي هيبحث عن اقرب الافلام دي باستخدام الكي ان ان او الكي نيرست. طب خلينا نقول هنا هو عمل ايه. اول حاجه الامبورت هيب كيو دي علشان تختار اعلى العناصر اللي هي التوب ان زي ما قلنا بكفاءه. فالهيب كيو دي بتختار التوب 10 بكفاءه كويسه. وبعد كده من الكوليكشن هات لي الديفولت ديكشنري، ده قاموس بيخلي تجميع الدرجات، يعني بيبدا القيم الافتراضيه بتاعته بصفر دوت صفر، فدلوقتي لما يبدا يتجمع القيم يزودها على الصفر دوت صفر دي. طيب وبعد كده المفروض يعمل ايه في الديفينيشن بتاع الفانكشن؟ الفانكشن المطلوبه دي علشان اطلع اليوزر اي دي، يعني المفروض ان انا عايزه اطلع لليوزر اللي الاي دي بتاعه كذا، فانا لازم اخد لليوزر الاي دي بتاعه اللي انا هطلع له الفيلم هنا، اللي انا هطلع له الافلام، عدد الجيران كام، عدد الجيران كام، وكمان هنا المينيمم ريتنج يعني الحد الادنى
علشان الاقي ان الفيلم ده محبوب او الفيلم ده كويس ان انا اعرضه له. طيب الان ريكوردز دي اللي هي عدد التوصيات النهائيه اللي في الاخر هطلع له كام. هنا هطلع له 10 في الاخر خالص. تمام، انا كاتبه الشرح كمان تحتها هنا، لو قريتوه هتفهموا منه، انا كاتبه كومنت هنا اهو. طيب وبعد كده المفروض ان هو بيعمل ايه؟ الاف كونديشن بيعمل تحقق لو اليوزر اي دي ده موجود اصلا في الاري اللي هي يوزر في الموفي ولا لا. موجود في الاري اللي احنا جهزناها في الجزء اللي فوق بتاع الكولابريتيف ده، جهزنا اليوزر الاري دي، هل اليوزر ده موجود فيها ولا لا. طب لو مش موجود هرجع له فاضي، هرجع له الاري فاضي. يعني في الالس كده هتلاقوا ان احنا بنرجع له الاري فاضي. خلينا نمشي واحده واحده في الاف كونديشن ده. دلوقتي المفروض ان انا هجيب كل صف، يعني كل يوزر هجيب له الافلام بتاعته كلها. هنا كل يوزر هجيب فيه الافلام بتاعته كلها. ركزوا في الحته دي شويه، يعني بالنسبه لكم انا عارفه ان الكود ممكن يبقى صعب، بس حاولوا تلموا منه اللي انتوا تقدروه، اللي انتوا تقدروا عليه يعني. وبعد كده المفروض يحتفظ بس بالافلام اللي ليها قيمه اكبر من ايه؟ صفر، لان اكيد في افلام ملهاش ريتنج، في افلام كتير ليها ريتنج صفر. فدلوقتي اي فيلم ليه قيمه صفر انا اخده معايا ليه في المقارنه وازود عليا حسابات ملهاش لازمه ليه؟ انا عايزه اللي الريتنج بتاعهم اكبر من الصفر. طيب وبعد كده المفروض هنا بيعمل ايه؟ سيلكت اونلي موفي ذا يوزر ريلي لايكد، يعني اكبر من او يساوي المينيمم ريتنج اللي هو الثلاثه اللي انا معرفاه فوق بثلاثه. فدلوقتي فلتر لي كمان منهم وهات لي الافلام بس اللي ليها تقييم عالي اللي هو اكبر من او يساوي الثلاثه. وبعد كده رتبهم ديسندنج، يعني تنازلي برضه، اسندنج انا اسفه تصاعدي. طيب وبعد كده لو الموفي ده رجع فاضي، احنا قلنا لو الموفي ده رجع فاضي بياخد افضل 3 افلام من اليوزر ده ادالهم تقييم اصلا وخلاص، احتياطي، حاجه احتياطيه كده. بصوا بيجيب اكتر 3 افلام اليوزر ده نفسه، اليوزر اي دي ده نفسه ادالهم تقييم عالي. بيجيب 3 افلام بس، فبيحط في الهيد بتاعه 3. طيب وبعد كده بيعمل حاجه اسمها سكورز. سكورز دي اللي هي القاموس اللي احنا شرحناه. بيعمل ايه؟ بيجمع درجات الريتنج لكل فيلم، يعني معمول له ريتنج. كل فيلم اتعمل له ريتنج فوق او اتوصى بيه او اترشح، يعني هو بيجمع درجات الترشيح دي مع بعض، يعني ترشح كام مره. وبعد كده يعمل حاجه اسمها ريتد ست. دي مجموعه افلام قبل كده في ناس قيموها، قبل كده في ناس اوريدي قيموها، فكده مش هنرشحها له اصلا، مش هنحطها معانا في الاختيار. هعمل فور لوب. فور لوب على ايه؟ على كل فيلم اليوزر عمل له ريتنج كويس او حبه يعني واداله تقييم. وبعد كده المفروض الموفي ده بعمل فهرس للتقييم ده في الموفي. وبعد كده هنا المفروض بقوله في الديستانس دي بستعمل الكي ان ان هنا بقى اهي، بستعمل الكي ان ان علشان ادور على اقرب نيبرز للفيلم ده. وبعد كده المفروض هنا واحد اللي هي الاندكس الفيلم نفسه، يعني اول بلس 1 دي اللي هي الجار نفسه انا مش عايزاه. بلس 1 اللي هي الجار نفسه اللي انا مش عايزاه. طيب وبعد كده المفروض الفور الثانيه الديستانس دي، هنا المفروض انا بحاول بس ابسطها لكم بالراحه جدا. هنا السم واحد ناقص الديستانس دي الكوزاين بتاعتي، دي علشان يحولها لتشابه للديستانس ناقص الديستانس. يعني ايه؟ يعني احاول ابسطها. هو هنا بيجيب الكوزاين سيميلاريتي، هي حاجه خاصه بالكوزاين سيميلاريتي. وبعد كده المفروض يدور، احنا قلنا ان هو بيراكم الدرجه او الفاليو بتاعت الريكومندد ده في التشابه، فبيشوف انت حبيت الفيلم ده كام مره، يعني او حبيت الفيلم ايه ده بتقييم كام. لو الكي ده قريب منه، يعني لو الجار ده قريب منه ياخده على طول، يعني ياخد ريت عالي، ياخد ويت كمان، يديله ويت عالي. طب لو مفيش سكور، يعني لو مفيش اي فاليوز، او مفيش مثلا اي افلام مرشحه او كويسه ان انا اجيبها له بعد ما حسبت الداله دي كلها، يعمل ايه؟ يرجع له فاضي، يرجعه له فاضي، ما يحطش فيه اي حاجه. طيب وبعد كده بيعمل ايه؟ بيك اب توب 10 هايست. انا قلت ان هو هنا بيختار اعلى 10، ان هو بياخد الان ارس الان ريكوردز دي، بياخد اعلى ان ريكورد دي على حسب الفاليو بتاعتها باستخدام الهيت كيو. احنا قلنا باستخدام الهيت كيو. طيب وبعد كده المفروض في الديفينيشن دي المفروض ان هو بيبني الداتا فريم. الدي اف دي بيبني الداتا فريم خلاص هنا النتيجه علشان يعرض له النتيجه، وبيضيف عناوين ليها.
للقاموس اللي هو الموفي لوك اب ده، بيضيف عناوين ليه وبيعيد الترتيب بتاع الاعمده بالاسماء المطلوبه، بيعيد الاعمده بالترتيب المطلوب خلاص. تمام. طيب هنا خلاص انا عايزه اعرض بقى النتيجه اللي جابها دي، انا عايزه اعرض النتيجه في الاخر. انا هخليكم تجربوها دلوقتي وتطلعوا النتيجه زي ما انا طلعتها كده بالظبط، وتعملوا كل سيل لوحدها. طيب المفروض ان هنا السيل بسميها باسمها افضل، يعني الايتم بيزد recommendation فور يوزر، يفضل ان انا بطلعها دايما بالتايتل بتاعها بنفس الاسم بتاعها، هتلاقوها فوق في الكود زي ما شرحنا. فدلوقتي هنحاول نجرب ان احنا نطبق الكود ده عندنا موفيز زي ما وريتها لكم اهي، ودي الريتنج كمان. وادي الريتنج. فدلوقتي انا عايزه نحط الملفين دول على الجوجل درايف جنب بالظبط الكود في نفس الباص او في نفس المسار اللي هو فيه الكود بتاعك على الجوجل درايف، وبعد كده نجرب. انا هبعت الكود دلوقتي ونجرب نطبقه.